5 حاجات يا ابو راشد لازم تعملهم اذا كنت عايز تتفاوض بشكل ناجح. شويه قواعد كده ومبادئ للتفاوض. القاعده رقم 1: 90% من اي تفاوض ناجح بيحصل قبل ما تقابل العميل مش بعد ما تقابل. 90% متوقف على التحضير، على البريباريشن، على معرفه نقاط قوتك، على معرفه اللي قدامك وجمع بيانات عنه. ده تقريبا بيمثل 90% من التفاوض الناجح. المبدأ رقم 2: مفيش حاجه اسمها غير قابل للتفاوض. اي حد في الدنيا بيقول لك غير قابل اي سيستم في الدنيا مسؤول عنه بني ادم بشر يمكن اختراقه. احنا مش عايزين منتجات الفتره دي، احنا السعر ده نهائي وغير قابل للتفاوض. لا، هو قابل للتفاوض. غالبا بتبقى حيله من الشخص اللي قدامك علشان ياخد بيها الماكسيمم اللي هو عايزه ويخليك تقبل بشروطه. فانت بتعمل ايه؟ بتجرب عادي جدا ان انت تتفاوض، وليها طبعا طرق كتيره للرد. لكن نوع واحد بس من السيلينج ما فيهوش تفاوض، اللي هو السعر فيه معلن وموجود وانت عارفه من قبل ما تروح. زي اي براند تدخل مول تلاقي السعر موجود على القطعه، مش هتتفاوض، مش هتقول له اخد قطعتين واخد اوفر مخصوص. ده اسمه نون نيجوشيشن سيلينج. في غير كده يا باشا اي حاجه في الدنيا قابله للتفاوض طالما مسؤول عنها بني ادم. القاعده رقم 3: عدم الثقه بالنفس بتضيع التفاوض بالكامل. مهما كانت نقط القوه اللي عندك في الديل بتاعك، لو انت شخص مش قادر يثبت للي قدامه ان هو سيلف كونفيدنت وواثق في نفسه، غالبا هيخسر التفاوض ده. القاعده رقم 4: التفاوض لعبه ممتعه جدا جدا بين الطرفين. بيفوز بيها اكتر الشخص اللي عنده تحضير كويس وفي نفس الوقت عنده مرونه وفلكسبيليتي. ما يبقاش كلوزد مايند، ما يبقاش محدد بوينت واحده يا لا، عارف كويس يحط الترناتيفز وبدايل علشان يوصل لنفس الديل ده، اذا ما كانش ديل افضل كمان. وعلشان كده صناعه اللعبه انك تبقى جيم ميكر مش جيم بلاير. التفاوض مش محتاج جيم بلايرز، التفاوض محتاج جيم ميكر يصنع اللعبه من اولها لاخرها من قبل ما يقابل الطرف الثاني، وكانه عارف السيناريو بالكامل اللي هيحصل، وعارف اللي هيرفضه، وعارف البدايل بتاعتها، لغايه ما يوصل الطرف الثاني ده للنقطه المشتركه اللي هو عايز يوصله ليها من الاول. خليك جيم ميكر مش جيم بلاير، بالذات في التفاوض. النقطه رقم 5 ودي مهمه جدا: عمر التفاوض بين طرفين ما كان معركه ولا خناقه لازم واحد يخلص على الثاني. عمرها ما كانت وين لوز. علشان اي ديل ينجح ويستمر على المدى الطويل لازم يكون وين وين، يحصل انتجريشن، يحصل تكامل. انت طرف تطلع مستفيد ومبسوط وساتسفايد، وانا كمان اطلع مبسوط وساتسفايد. كده نقدر نكمل على اللونج ران ونحافظ على العلاقه وعلى الديل اللي بينا على المدى الطويل. انما لو حد حس انه انضحك عليه او لوزر، ساعتها اللي فاكر نفسه وينر هيخسر، لان مش هيكمل الديل لفتره طويله. فدايما حافظ على الوين وين سيتويشن. وما تنساش نصيحتي ليك انك تبقى جامد، علشان الحياه ما بترحمش حد ضعيف.